بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنبدأ أول درس في ورشة التصميم الداخلي لسكتش أب. إن شاء الله إحنا في أول درس هنقسم الورشة إلى 3 دروس. أول درس هنعمل فيه الموديلنج للأوضة دي، وموديلنج لبعض الأوبجكت اللي أنا كنت عاملها أصلا. يعني في عناصر الإضاءة دي، مثلا العنصر ده اللي هو البيت ده أنا اللي كنت عامله. المكتب بتاع التلفزيون ده أنا اللي كنت عامله. في هنا حاجة دي كده أنا اللي عاملها. التلفزيون ده أنا اللي عامله. يعني الحاجات اللي احنا عملناها أو اللي احنا بنعملها في الغالب إن شاء الله هنحاول نعملها مع بعض موديلنج. والدرس التاني إن شاء الله هنبدأ نحط الموديلز بقى اللي احنا منزلينها، أو البلوكات اللي المفروض أنا منزلها لكم على الجروب. وبعدين نبدأ ندي الماتيريال بتاعتها. هنخلي فيه جزء في الآخر كده، إما إن احنا نعمله في جزء فيديو لوحده كده صغير، أو هنخليه برضو مع الإعدادات الماتيريال دي، لأن برضو بتبقى يعني شغالة مع الماتيريال اللي هي إعدادات الريندر. هنحاول برضو بقدر الإمكان كده إن احنا يا إما نخليها في الآخر مع التظبيط بالفوتوشوب، التظبيط الخفيف بالفوتوشوب، او ان احنا نخليها مع الماتيريال ونخليهم درسين عشان الناس يعني ما يزهقوش مننا، او ان احنا نقسمهم على 3 اجزاء برضو عشان يبقى وقت الفيديو صغير. هنيجي هنا هنخلي الأوضة بتاعتنا 5 في 7 عشان بس تبقى سهلة للناس اللي لسه جديدة. يعني هنقول له 5 في 7، عاوزين مستطيل، ونيجي هنا نقول له اوفست 2/10 اللي هي 20 سنتي. طبعا لما بتيجي تشتغل لازم اول حاجة تعملها اللي هي الجروب. كل شغلنا في المشروع ده او في اي مشروع بيبقى معتمد على الجروب والكومبوننت. اي حاجة بعملها لازم اعملها جروب او كومبوننت. هاجي هنا اقول له انا عاوز اطلع دي 3 متر، ده كله عادي. نيجي هنا نقول له احنا عاوزين نفتح شباك على بعد متر، مثلا شباك اللي هو يبقى 3 متر على بعد متر من هنا، بعد متر من هنا. طبعا دي التاب ميجور، تعمل لي خط وهمي كده عامل زي الاكسس في الاوتوكاد، ملوش اي لازمه خالص، غير انه بيبقى جايد ليا بقدر من خلاله ارسم وبقدر اعمل سناب. يعني ده بيلقط سناب كده في اي نقطه في الخط الوهمي ده. باجي هنا اقول له انا عاوز اطلع دي 2 و2، وبعدين اجي من هنا هيلقط سناب هنا في الكورنر ده، التقاطع ده، ويلقط سناب هنا. بعدين ابدا افتح الشباك. طبعا هنلاحظ ان انا عشان افتح الشباك ده دخلته جوه الجروب، لان لو خرجت بره كده ورسمت على الجروب مش هيعمل اي حاجه خالص، هيبقى ده لوحده منعزل كده. الجروب بيعمل عازل. هيجي من هنا برضو وافتح الباب، هجيبه من جوه، هقول له ده مثلا 30 سنتي، او خليه نص عشان في هنا حاجات تانية، وده متر. واطلع هنا فوق اقول له 2 متر 20 برضو، واجي من هنا اروح فاتح باب، نمسح الجايزة دي. يبقى انا كده عملت فتحات الباب والشباك. اما انك انت بتعمل على طول كده في البداية تعمل الشباك، او انك انت بتجيبه جاهز. يعني انت لو انت عندك بلوك شباك ممكن تجيبه. هنفترض ان انت ما عندكش، هنروح جايبين عاملين شباك كده، لان الشباك بيبقى سيمبل، يعني مش لازم حاجة معقدة. يعني نقط في السنتر هنا، ممكن نحط ده مثلا 5 سنتي. نيجي نمسح الكلام ده، هو كده كده مش هيبان من الستارة. نيجي من جوه نطلعه 5، نطلعه 2 سنتي ونص. طبعا هنخلي ده جروب. انا في الغالب بخلي ده جروب برضو، الازاز خليه لوحده جروب عشان لما اجي ادي ماتيريال هاجي هنا. انا هدي ماتيريال على طول واحنا شغالين. المفروض ان احنا بندي ماتيريال، ما بنحطش كل البلوكات وفي النهاية بقى بعد ما نخلص نبدأ نفكر نحط ماتيريال، لا،
انت المفروض انك انت بتبدأ تحط ماتيريال وانت شغال اول باول، عشان ما ترجعش لحاجة او ما تنساش حاجة. غير الاعدادات بعد كده بتاعت الماتيريال هنبقى نحطها ان شاء الله يعني بعد كده، يعني مش لازم دلوقتي. بس هنحط ماتيريال ان شاء الله لون دلوقتي، يعني نحجز ماتيريال مش اكتر. هاجي هنا اقول له مثلا انا عاوز الوود خشب، اقول له نخلي الخشب ده كله. وبعدين اجي على دي اقول له خليها لي ازاز. تمام. يعني خلي بالك ان ممكن تاخد ماتيريال من هنا فتبقى شفافة من بره، لا، لانك لو حطيت اضاءة من بره ودي مش شفافة، يعني انت لو جيت كده حطيت اي لون هنا هيبقى من جوه شفافة من بره مش شفافة، فبالتالي لما تيجي تحط اضاءة من بره مش تدخل لجوه مع انك من جوه شايف انها شفافة. نخلي دي كده. الباب مش مهم، يعني الباب مش مشكلة يعني مش لازم تعمله، لانك كده كده هتبدأ تشتغل في الشط كده، يعني في الزاوية دي كده من الناحية دي للناحية دي كده، فبالتالي مش الباب كده كده مش هيبان معاك، اما انك انت تحطه او ما تحطش، يعني دي حاجة ترجع لك انت. لما نيجي نعمل السقف هاجي اخد دي كده واخليه جروب على طول. انا باخد ده كده بعيد مثلا وليكن 10 متر عشان اشتغل فيه مثلا في الاكس، عشان اشتغل فيه براحتي وبعد كده ارجعه تاني. هاجي هنا اقول له انا عاوز دي على بعد، خليها 1 متر، ودي خليها 10. عشان اجي اخد ده كده ينزل مثلا، خلينا نطلع دي من الناحية دي وبعدين نشقلب، يعني انا هرسم فوق وبعدين اعمل له ميرور فينزل تحت تاني. انا هنا المفروض ان انا اعمل ارفع ده كده الاول، نمسح ده، ارفع ده كده مثلا 5 سنتي، خليه 8 سنتي او 10 عشان يبقى كبير شوية، 10. وبعدين اجي هنا اعمل مكان الاضاءة مثلا بالشكل ده كده، اطلع بدي برضو 10 سنتي. وبعدين هنا انا هطلع اضغط كنترول وبعدين اضغط على اكسترود، اضغط كنترول واسيب فيعمل لي بلس على الاكسترود كده. هنا بيقول لي هو ياخد نسخة من الاكسترود ده، يعني هيبقى في سطح تحت برضه، فهنا انا هقول له ماشي تمام خليه مثلا دي 5 سنتي عشان اقدر اخد من هنا اسد بيها السقف بتاعي فيبقى بالشكل ده من جوه. يبقى هنا هحط الاضاءة ويبقى السقف مقفول بالشكل ده عشان انا عامله جروب، خلاص مش مشكلة. طيب تعال نحط الاسبوتات. انا هشقلب ده هعمل له ميرور كليك يمين وبعدين هاجي على فليب لونج وبعدين اقول له جروب بلو فيقلبه لي على محور الزد يعمله لي ميرور عشان نبدأ نحط الاسبوتات بتاعتنا. الاسبوتات انا عاملها اسبوتات سيمبل خالص، يعني انا عاملها كده دايرة. طبعا هنخلي السايدز بتاعتها اكتر من 24 مثلا وليكن 50. وبعدين اجي اقول له انا عاوز اعمل دي مثلا وليكن 10 سنتي او 7.5، نص القطر عشان يبقى كله على بعضه 15 سنتي او 20 سنتي. انا حاسس ان 20 كبير بس مش مشكلة عشان بس يبان الاضاءة، لان انا عامل اوضة 5 في 7. يعني انا هنخلي دي 2 سنتي، اطلع بدي يكون مثلا 1 سنتي، ودي اطلع بيها نص سنتي بس. هدي ده ماتيريال وده ماتيريال، يعني هدي المفروض ان الجزء اللي بره دي الحلية بتاعت السبوت دي اللي انا هعملها المفروض انها تكون معدن، اما ان هي تكون مثلا ذهبي لون ذهبي او فضة. فانا هحط لها اي لون دلوقتي مثلا كده وليكن اللون ده الرصاصي ده، طبعا ما اتحدتش كلها. ناخد ده كومبوننت، انا كده كده هكرره فاعمله كومبوننت.
وبعدين ادي ده لون مختلف عشان ده هيبقى الاضاءة بتاعتي. ايا كان اللون، الاضاءة انا ههونها، يعني انا اللي بختار اللون الاضاءة بعد كده. اجي من هنا ابدأ اكرر، خلي ده هنا، ابدأ اكرره من الناحية دي كده، اقول له مثلا لحد هنا، والمسافة دي قسمها لي على، هي اضغط علامة على اللي فوق في الكيبورد او حرف الظهر لما تكون لغة انجليزي طبعا، على 4 مثلا، فيعمل لي الجزء ده بالشكل ده كده. واجي هنا اقول له قسم لي دي من هنا لحد هنا، واقسمها لي، احنا قلنا دي على 4 مثلا، دي تكون على 6 على 7 مثلا، على 7 مثلا بالشكل ده كده. هاجي هنا بقى اروح واخد دي على طول كده، مش لازم اقعد اكرر فيهم تاني من هنا لحد هنا. واجي على دول، مش هيبانوا بس مش مهم، احطها من هنا لحد هنا. يبقى انا كده عملت الاضاءة بتاعتي. شيل دي، باخد دول جروب، واخليها مع السقف برضه جروب، يبقوا الاتنين جروب واحد. وبعدين ابدأ اعمل لها ميرور تاني على الزد. بعدين هنا ابدأ اقول له حرك حوالي 10 تاني عشان بس نشوفها جوه هتبقى شكلها عامل ازاي. هتبقى بالشكل ده من جوه، فعلا انا عاوزها بالشكل ده كده. هبدأ اخدها برضه تاني لوحدها، انا ما بحبش اخفيها، يعني ما بحبش اعمل لها هايد، انا بسيبها كده جنبي عشان لو انا هعدل فيها حاجة وانا شغال. تعال نشوف الصورة تاني. هنا انا هبدأ اعمل الجزء اللي هو ده. نيجي تعالى نعمل ده الاول، اللي هو ظهر السرير. هاجي هنا وليكن هنا السرير، هاخد متر من هنا ومتر من هنا، مثلا 60 سنتي من تحت و60 سنتي من فوق، عشان ابدأ اعمل المستطيل ده وابدأ اشكل فيه براحتي. اخليه مثلا 5 سنتي او 10 سنتي على حسب ما انت عاوز، لو خليه 5 سنتي عشان برضه ميبقاش كبير اوي. وارجع اعمله جروب تاني. هاجي هنا انا عاوز اشكل بقى فيه التقسيمات اللي انا كنت عاملها دي. انا كنت عامل كده، رحت طالع مثلا، اجي من هنا وامشي بيه كده، واجي من هنا. يعني مش لازم التقسيمات دي تكون زي ما احنا عاملينها بالظبط، ممكن يبقى في اختلاف، يعني حاجة بالشكل ده كده. طب عشان اعمل الجروف اللي بيبقى فيها ده، يعني هنا في غطس اهوت، عشان اعمله هاجي دي كده، وبعدين اروح قايل له دي خدها لي كوبي كده مثلا 2 سم، خليها 3 سم عشان تبقى كبيرة شوية. هاجي امسك دول برضه، واقول له خد دي كوبي 3 سم برضه، امسح دول، عشان لما اجي اعمل لها اكسترود لجوه تعمل كلها على بعضها. انا كده خلصت دي. اديها اكسترود لجوه مثلا 2 سنتي ولا حاجة، تبقى بالشكل ده كده. ممكن اديها ماتيريال لحد ما ارجع لها او اسيبها. هنا انا هحط اضاءة وراها، يعني انا كنت حاطط اضاءة وراها، فبالتالي لازم اشوف اللي ورا دي شكلها هيبقى عامل ازاي. اخرجها مثلا 1 متر، هلاقيها بقت بالشكل ده كده. اما ان انا هحط اضاءة اميسيف، وانا ما كنتش حاطط اميسيف، انا كنت حاطط اضاءة عادية بلايت بالفيري، فبالتالي هخلي ما تبقاش لازقة في الحيطة كده، لان هيتحط اضاءة وراها، فاخليها مثلا على بعد 5 سنتي من الحيطة
عشان بس لما اجي احط السرير والكلام ده كله ابقى واخد بالي. يبقى انا كده عملت الجزء ده. تعالى بقى للجزء بتاع الديكور بتاع الحيطة دي كده. هنلاقي مثلا ان احنا بعدنا عن هنا متر ونص، كله بالمقاسات. وبعدين هاجي هنا عشان الباب اخلي بالي هخليها مثلا 4 متر. هاجي هنا الاقيني طلعت 90 سنتي، اللي هو الجزء ده كده. وبعدين خدت النص ده كده لوحده، ياخد ده اوفست 5 سنتي مثلا، واخد من ده كوب الناحية دي 5 سنتي برضو. امسح الكلام ده، امسح ده، واجي هنا احدد بفضل الجروب. هاجي هنا هطلع بدي مثلا 40 سنتي، دي تطلع 40، وبعدين أبدأ أبرزها مثلا 2 سنتي ولا حاجة. ممكن أقسم فيها لو أنت عاوز يعني أتقسم، يعني دي تبقى كده، يبقى أنت قسمتها. ممكن تخلي هنا يبقى ظرف مفتوحة، ودي تبقى دراج عادية، يعني ده كده يبقى الناحية دي كده، يبقى دي ظرف. وتعمل مثلا دي، هاخدها الناحية دي نص سنتي، وبعدين أرجع أخدها الناحية دي سنتي، عشان أبدأ أعمل الفارغ اللي هو بيبقى بين الفرز ده اللي بيبقى بين الضغطين. مثلا أرجعه كده 2 سنتي ولا حاجة، هو طلع 2 سنتي، عاوز أدخله 2 سنتي. يبقى دي كده ضرفة. أجي هنا ممكن اخد دي كده اوفست، يعني ممكن اخد دي كده اوفست مثلا 2 سنتي ونص، وهنا 2 سنتي ونص اللي هي الأدراج. أدخل ده سنة بسيطة أو أخرجه مثلا 1 سنتي، وأخرج ده 1 سنتي. يعني مجرد تشكيل بس. هنا دي لازم يبقى في فرق. بالشكل ده كده، يعني حاجة بالشكل ده مثلا. هبدأ أديها ماتيريال. أجي هنا أنا كنت مدي كله خشب ما عدا الظرف دي تبقى بيضة، فأنا هنا برضه هدي أي خشب. مش أنا بعد كده هختار أنواع الخشب براحتي، أي خشب. وبعدين أبدأ أدي لده كلر، أديله أبيض. برضه هنا أنا مش لازم أختاره أبيض أبيض، أنا بعد كده في الفيري ممكن إن أنا أغير لونه. هاجي أختار مثلا اللون ده كده، يعني حاجة بالشكل ده مثلا. ممكن ده برضه يبقى أبيض، أنا نخلي كله أبيض الناحية دي. كان من الأول ممكن أخلي الأجزاء دي بيضة من الأول، يعني من قبل ما أعمل إكسترود ولا أي حاجة، عشان ما تفيدنيش كده ويبقى فيه أجزاء صغيرة بالشكل ده. بس أيا كان يعني. هاجي أعمل اللي فوق برضه، أطلع مثلا على ارتفاع اللي هو بتاع التلفزيون مثلا، وليكن
متر 20 ولا متر 40 مثلا. انا مش مهم عندي، انا كنت عامل المكتبة اللي فوق دي يعني كنوع من الديكور، يعني مش لازم ان انا اطولها قوي يعني. احنا خدنا تحت 90، ممكن نخليها متر 10 مثلا ولا متر 20 وفوقها طولها بس يعني. ايا كان يعني حسب ما انت هتعمل. انا كنت عاملها على انها ديكور، مش على انك هتجيب منها كتب او انك انت هت... هتبقى لانها فوق التلفزيون اصلا هتجيب منها كتب ازاي. هاجي هنا واخلي دي برضو 5 سنتي مثلا. هاخد دي من هنا لحد هنا، لحد فين مش عارف لسه. هنخليها مثلا 30 سنتي. هاجي من هنا اقول انا عاوز الاكسترود ده. الاكسترود ده يجي يوصل لحد هنا. اخلي ده جروب، اديله الماتيريال دي برضه. امسح الجايد دي خلاص مش محتاجها. هاجي هنا ابدا ارسم التلفزيون. انا كنت رسمه بوكس عادي كده خالص، مثلا وليكن متر في متر 60 متر، متر 60. اي نعم كبير بس مش مشكلة. وهديله اوفست مثلا، اسف هديله اكسترود 5 سنتي. واديله الماتيريال بتاعته وليكن اللون ده. نيجي نعمل اللي هي الجزء ده اللي انا كنت حاطه تحت، اللي هو بص من هنا، اللي هو الجزء ده. هاجي من هنا ببدأ ارسم، بس انا مستطيل كده عشان ارسم عليه. هرسمه بدون سكيل دلوقتي وبعد كده ابدأ اسكل. ارسم مثلا حاجة 1 سنتي كده. خلي دي 1 سنتي برضه. انا عاوز تنزل تحت كده على مستقيم من هنا مثلا، عشان لما يتقابلوا مع بعض، لان هعمل لهم ميرور، فلما يتقابلوا مع بعض يدوا شكل، ما يبقاش في انبعاج فيهم كده. اجي من هنا اجي بالشكل ده كده، وبعدين ابدأ اقفلها. انا بس كنت عامل المستطيل ده عشان اعرف ارسم على 2D. هاجي هنا ابدأ اقول له اعمل لي مسار بالشكل ده، احدده واقول له اعمل لي فولو مي، فيتعمل لي الجزء ده. همسح ده، اعمل ده كومبرنت. ممكن عشان ما يبقاش فيه الفواصل دي، اروح كليك يمين عليه واقول له سوفت سموث، يبقى عنصر حاجة بالشكل ده كده. هاجي هنا واروح قايل له انزل تحت على محور الزد، وبعدين اقول له فيبقى لونج بلو، واجي من هنا اضغط من السهم الاسهم اللي في الكيبورد. يطلع لي الاسهم اللي في الكيبورد دي عامله زي القرص في الاوتوكاد. لو ضغطت على السهم اليمين هيعمل لك قرص على محور اكس، ضغطت السهم اللي فوق هيعمل لك قرص على محور زد، عملت السهم الشمال هيعمل لك قرص على محور واي. انا هنا ضغطت على المحور الزد اللي هو اللي فوق، فعشان يعمل لي على محور الزد. خلاص كده انا شكلت دول كده. ممكن افجرهم مع بعض وخلاص، عشان اشيل الخط اللي في النص ده سلوت. وابدا اشيل الخط ده كده، يبقى حاجه بالشكل ده كده، عامله زي البطاطسايه كده. انا هكررها صحيح، فلازم اعملها
كومبوننت. هاجي هنا ابدأ اخدها جوه عندي، وبعدين هبدأ اظبطها بقى في المكان بتاعها الاساسي ده. ارجع تاني، هاجي هنا اضغط على اخر حاجة وبعدين اضغط السهم اللي فوق عشان يعمل لي قرص على محور الزد. لقيتها هنا نازلة، هاجي على اخر نقطة فيها وبرضه اضغط السهم واطلع لحد ما تتظبط معايا. خلاص كده تمام. عشان في ناس بتشتكي من موضوع ان هي متبقاش قادرة تعمل الاون سيرفيس على البلوكات اللي هي منزلاها من على النت يعني. انا هخلي بالي بس عشان ما ادخلهاش في الحيطة. تمام. اجي هنا انزلها شوية، مش لازم يعني تبقى ملامسة ليها، هي مجرد ديكور بس كده. خلاص اتظبطت. هناخدها شوية بس الناحية دي كده. ماشي تمام. واخد واحدة جنبها الناحية التانية كده، يبقى بالشكل ده. ممكن اعملهم جروب او لا. هبدأ اديها اي ماتيريال، اي لون. بعد كده هنظبط الالوان دي. يبقى انت كده المفروض انك انت ناقص ايه الموديل بتاع الاضاءة اللي هو البيت ده. احنا كده خلاص خلصنا الجزء اللي تحت ده والجزء اللي فوق السقف، والجزء بتاع اللي ورا ظهر السرير والتلفزيون. ناقص بس الإضاءة دي والستارة. الستارة دي أنا اللي عاملها. ناقص الجزء بتاع الإضاءة ده. هاجي هنا أقول له أنا عاوز أعمل بيت عادي خالص، بوكس كده. أنا كنت عامله 25 في 25 وبعدين سكلته 25 في 25. هبدأ هنا أقول له اطلع بيها برضه 25، وبعدين تحت من هنا أحدد اللي تحت دول وأضغط كنترول وأنا بعمل سكيل عشان يعمل على السنتر ده كده. أقول له 75%، يعمله لي بالشكل ده. هبدأ أفتح فيه الفتحات بقى اللي هي اللي هتبقى ازاز دي عشان تدخل إضاءة. أي فتحات بقى كده. ده نعمل الباب تحت هنا ونخلي ده الناحية دي. أنا كنت مخلي ده جروب وده جروب، خليت الإزاز كله جروب مع بعض. وهنا برضو تحت كان فيه إزاز. هنا ياخد بس السنتر ده كده من هنا عشان ناخد نسنتر الدايرة دي. خليها مثلا 10، وناخدها مع الجروب ده. انا هاخدها مع الجروب ده، اعملهم جروب وبعدين ابقى افجرهم. هدخل جوه افجرهم مع بعض عشان يبقوا كلهم جروب واحد. هاجي هنا خلاص ده جروب هو كمان. بعدين ابدأ اعمل اللي هو البيتش دروب بتاعه. هطلع بيه مثلا نص سنتي، بعدين اقسم الجزء ده كده واروح ساحب الضلع ده لفوق مثلا 12 سنتي، حاجة زي كده. اسحب دي الناحية دي شوية، 2 سنتي مثلا، واسحب ده الناحية دي شوية 2 سنتي مثلا. انا كده اعمل ده جروب. في النهاية هعمل كل كومبوننت بقى عشان انا هكرره. انا هضغطه من هنا في السنة عشان هيبقى جاي على الحيطة كده كبير. بضغطه كده مثلا 6/10 عشان احط اضاءة جوه. مش مهم اللي تحت هتلاقيها اتضغطت.
هبدأ ادي الماتيريال اللي دي. هدي ده ازاز، بس هديله ازاز مختلف عن الازاز اللي انا كنت حاطه للشباك، او اي لون يعني، بس انا هنخليه ازاز وخلاص. احنا كده لازم نفجره، لان احنا خدنا جروب بعيد عن ده خالص. هنفجره وبعدين ما نحط له ماتيريال نبقى نظبط حاجة بالشكل ده. بعدين اخدها من جروب، ابتدي بقى لوحده بقى في فتحة اهو. وابدأ ادي ده خشب مختلف عن الخشب اللي انا كنت مديله الباقي، اي خشب كده بالشكل ده. خلاص ده بقى عنصر الاضاءة بتاعي. نلفه عشان نحطه هناك 90 درجة. هبدأ اظبطه على الزاوية بتاعتي، المسافة من هنا لحد هنا مثلا. يبقى انا كده خلصت الاضاءة دي. ناقص بقى اعمل الستارة. الستارة انا عشان احدد نفسي بروح ايه اللي مثلا انا هرسمها بين متر 20 و5 سنتي، عشان انا اللي هرسمها بالفري هاند. فهاجي من هنا بالفري هاند ابدأ ارسم فيها. هاجي من هنا كده واقعد ارسم التجاعيد دي كده. وبعدين اشيل المستطيل. انا خلاص الغرض من المستطيل ان انا بس احدد انا ماشي منين لفين، عشان ما اجيش اطول شوية او اقصر شوية. مش مشكلة في التجاعيد. هاجي هنا اروح واخد ده اوفست. اوفست مثلا 1 سنتي ولا حاجة. وبعدين اقفل السطح ده كده، عشان ابدأ اطلع بيه على بعد مثلا 2 متر 90 او 2 متر 80، عشان يعمل لي الستارة بالشكل ده. طبعا فيها خطوط كتير، هروح كليك يمين واقول له سوفت سموث عشان يعملها لي بالشكل ده كده مثلا. يبقى انا كده عملت ستارة، هعملها كومبوننت. هاجي ابدأ اخدها احطها هناك. اظبطها مكانها. اما انك انت بتعمل ستارة واحدة او انا كنت عامل ستارتين، فانا هخلي دي كده واروح واخد واحدة وراها بس. هحاول بس اقرب المسافة بين دول شوية، يعني حاجة بالشكل ده كده. وهجيب دي الناحية دي شوية وارجع دي الناحية دي شوية، واخلي الاتنين كومبوننت. هعمل لده ميك يونيك عشان انا هديله ماتيريال مختلف عن التاني. ميك يونيك هنا قريبين في بعض برضه. اقربها شوية، هكتب له انا عاوز اقربها 3 سنتي مثلا، واقرب دول كلهم الناحية دي 10 سنتي مثلا. هدي ده اللون وده لون. ممكن اقلل يعني اضغط ده شوية كده عشان بس يبقى ايه، ما يبقاش قده بالظبط. وادي ده لون مثلا وليكن لون بني. وادي ده لون ابيض.
اختار علشان ما اخترت الالوان دي قبل كده، هختار اي لون وبعدين ابدا اقلبه ابيض من ايديت او من الفيري ان شاء الله. اما نيجي ناخد في الفيري، ندخل في الفيري هنبقى نقلبه ابيض بقى قوي في الفيري، مش مشكله لونه يعني دلوقتي. كده خلاص انا حددت اللونين. هبدا اخد نسخه منه واقول له اعملها لي على الريد عشان تبدا تبقى بالشكل ده كده. هاجي هنا انا عاوز افتح يعني مجرى للستاره دي في السقف، لانها المفروض تبقى متعلقه في السقف من جوه، يعني بتبقى فيه كده مجرى هنا. هاخد دي كده، اقول له مثلا في مستطيل من هنا لحد هنا وارفعه لفوق شويه، فمثلا 15 سنتي ولا حاجه، عشان لما اجي اخد السقف ده اوديه هناك 10 متر واجي اشوف ما اتظبطتش، هبدأ اطلعها لفوق من جروب. اطلعها من هنا لحد هنا عشان تبقى بالشكل ده مستخبية في السقف بالشكل ده كده. اجي اقف عشان ناخد لقطة. هزود الفيلد اوف فيو بدل ما هو 35 مثلا 50 ولا حاجة عشان نبدأ نشوف اللقطة. هنا نبدأ نحفظ السين بتاعنا كده عشان يبقى ناخد اللقطة دي على طول بقى لما نيجي نشتغل. هنا ممكن ندي ده ماتيريال خشب برضو او اي ماتيريال على قدر ما نبقى نجيب لها ماتيريال على ما تفرق كده. بعدين نيجي من هنا من السبورت جرافيك، بعدين نقول له احفظها لنا جي بي جي على الديسكتوب. اوكي مثلا تاسك واحد، بعدين نقول له اكسبورت عشان نيجي نخرج بره نلاقيه بالشكل ده كده. احنا عاوزين نشوف الناس عملت ده، يعني احنا ان شاء الله هنوصل في الدرس ده للمرحلة دي. المرحلة الجاية ان شاء الله نبدأ نحط الماتيريال للأرضية والبلوكات بتاعتنا نبدأ نضيفها ونحط عليها الماتيريال ونظبط الإعدادات بتاعتها ان شاء الله. ده كان أول درس ويا رب تكونوا استفدتم. هستنى التاسك بتاعكم، نشوف الشغل بتاعكم شكله هيبقى عامل ازاي. ان شاء الله نكمل في الفيديوهات الجاية. كان معاكم محمد نبيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.